شنو هاي السيارة؟ انتحاري. هذا انتحاري هذا جه هنا؟ اي من زمان ضربته شباب. اها. وايد شباب اليوم. طقت اليوم 3 انتحاريين جو عليهم. 3 سيارات هنا. ابطال. احنا حاليا في تقاطع الصينية، هذا التقاطع المهم الحيوي اللي الشرطة الاتحادية هنا قطعتها عن تنظيمات داعش وعن تمويلهم بسياراتهم وصهاريجهم المفخخة. الابطال من الشرطة الاتحادية اللي يمثلهم اللواء فيصل، شلونك لواء فيصل؟ شلون المعنويات المعركة شلون جرت سولف لنا؟ والله بالنسبة للخطة تنفذ حسب ما مرسوم لها، حسب توجيهات وإعداد قيادة العمليات، توجيهات سيد قائد عمليات صلاح الدين. والآن بالنسبة للقوة مالتنا ماسكة خط صد، وهي في تماس مع العدو منذ 3 أيام. احنا واللواء الرد السريع المتمثل أحد الأفواج من فتح ويانا، ونحن حاليا هسه في مفرق الصينية. هذا الطريق نعم يؤدي إلى الصينية ويؤدي إلى بقية المناطق الأخرى اللي مرتبطة بالصينية. امداد يجيهم من هنا سيادة اللواء؟ وهذا الطريق منا يودي إلى بيجي، وإحنا هسه حاليا في مدخل بيجي. ومثل ما تشوف بعد لا زالت لحد هسه العلامات الموجودة عليه. نعم كانت السيطرات مالتهم هنا، وهنا هم مزقنا أحد الشعارات مالتهم، كان شعار يعني إلى التنظيم التخريبي الإرهابي. خلينا نتحرك اليوم نريد نتحدث عن الشرطة الاتحادية. الشرطة الاتحادية احنا نعرفها كانت يعني متواجدة في بغداد وفي سيطراتها، اليوم في يعني تماس مباشر، وقد تكون هي تقود القطاعات الأمنية يعني. نعم هذا أحد الصواريخ اللي سقط عليكم. نعم. فشون شفت أداء الشرطة الاتحادية ضمن هذه المعارك يعني؟ حقيقة بالنسبة للشرطة الاتحادية هي أحد مفاصل أو المفصل الرئيسي لوزارة الداخلية من ناحية التسليح ومن ناحية التجهيز، وكذلك لديها الخبرة، لأنه تأسست بسنة 2004 ولحد الآن خاضت العديد من المعارك وتعلمت الكثير من المهارات من خلال المعارك ومن خلال التدريبات اللي تلقتها على أيدي القوات الأمريكية في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت خدمتها الطويلة في كل محافظات العراق وخبرتها في مقاتلة الإرهاب، وهذا انطهف التميز. احنا بالنسبة لنا حقيقة من خلال انا بصراحة اريد ابتعد عنكم، اريد ابعدكم عن القناص، لانه احنا هاي البيوت في تماس في تماس. انا كان قنص هذا موجود؟ نعم ولا زال. نعم لانه العدو لا زال لحد هسه احنا ماسكين خاصة لتأمين الطريق اللي هسه راح اشوفكم اياه. هذا طريق بيجي. تأمين الطريق بالقطاعات اللي اساسا البارحه كنتوا تصورون وراها. نعم موجودين كنا وياهم. هاي القطاعات هسه هذا احنا مأمنين هالطريق، يعني قاطعين الطريق من هنا حتى لا سيارات انتحارين تدخل عليهم على القطاعات اثناء التطهير. قد نبعد عن بيجي هسه حاليا؟ احنا الان هسه بنفس يعني بالاطراف يعني بيجي هسه ما تبعد عنا مركز المدينة. اي يعني مركز المدينه ما يبعد عنا اقل كيلو ونص، ما يبعد عنا. اي يعني احنا الان في بيجي، لانه هاي المزرعه منطقه المزرعه عبرناها، لان مفرق المزرعه مفرق المزرعه بعد هاي السياره يعني بعد هذا ذاك المفرق يعني ذيك القطعه مالته زين، وهذا مفرق الصينيه، وهذا الطريق للبيجي. هاي كانت قطعه تمثل شعار فارضين نفوذهم. نعم كانت فارضين. وهذا التخريب مثل ما تشوفون اللي موجود هنا العبات الناسفه اللي قدرنا انه من خلال الجهد الهندسي انه نعالجها، وايضا من خلال قطاعاتنا بالنيران المباشره. تحيه لك يا بطل. القطاعات الامنيه عندما كنت وياها اشادت بيك يعني جنودك الابطال، وكنت انت يعني راس الحربه في هذه المهمه، وشكرا لك وللابطال اللي ساهموا مع اخوانهم في قياده عمليات صلاح الدين تحت قياده يعني وحده ان شاء الله وايد وحده لضرب تنظيمات داعش. شو تحب تقول واحنا ان شاء الله مقبلين على فتح منطقه بيجي؟ الحقيقه انا بالنسبه لي ادعو كل الوزارات. المعركه ليس معركه وزاره الدفاع او الداخليه فقط، وانما هاي المعركه معركه كل الشعب العراقي بكل وزاراته
وبكل فئاته مع الإرهاب. احنا الآن مدى ما رايحين مكلفين بواجب خارج العراق حتى تتكلف وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع بهذا الواجب. الآن احنا ما نشوف أي دعم من كل الوزارات، يعني الوزارات الخدمية المتمثلة بوزارة النقل، بوزارة الإسكان، بوزارة الري، مثلا عمل جسور إضافية. نعم، احنا المفروض هاي حرب شاملة، المفروض كل الوزارات بكل جهودها اللي موجودة، الشفرات، الجهد الهندسي، العجلات الأخرى، احنا نفتقر إلها. هاي المفروض كل الوزارات هنا تدز يعني ناس موجودين، واحنا عندنا ناس موجودين يقدرون يتطوعون، يعني من خلال مثلا شبابنا وولدنا ذولا اللي موجودين هنا يقدرون مثلا يسوقون حتى لو كانت امكانياتهم. العدو عنده كل الامكانيات مسخرها له، في حين احنا نشوف بانه دعم وزاراتنا قد يكون وكانه هم في عالم والقوات الامنيه في عالم اخر. هاي الرساله من خلال اللواء فيصل نحب نوصلها الى كل مسؤول ضمن خاصه محافظه صلاح الدين. يعني الدعم اللوجستي مهم جدا في انجاح العمليه الامنيه. نعم. بالنسبه للسيد محافظ صلاح الدين الرجل زارنا، محافظ صلاح الدين الرجل زارنا في منطقه العبايتشي وزارنا ايضا هنا، والاخ رئيس مجلس المحافظه. احنا ما بدنا نحكي على دعم المحافظه، احنا بدنا نحكي على دعم وزارات دوله. المحافظه مثل ما تعرفون استبيحت بالكامل، يعني المحافظ قدراته وامكانياته الان من الاليات وغيره هو امكانيات جدا محدوده، ولكن اللي نريده انه دعم من بقيه الوزارات الاخرى، دعم للقوات الامنيه، يعني دعم للقوات الامنيه من عده اتجاهات، اقل شيء من ناحيه الجهد الهندسي. نعم. ان شاء الله هاي الرساله توصل. نريده، واحنا بنفس الوقت كل يعني اللي تشوفون دول كلهم يحملون عناوين مختلفه لابناء هذا الشعب، اللي بالمنطقه الشرقيه واللي بالمنطقه الغربيه، وكل ابناء هذا الشعب شوف كلهم تحت شيء اسمه عنوان جهاز واحد، اللي هو جهاز الامني اللي تحت قياده عمليات صلاح الدين، يعمل كفريق واحد بغض النظر عن تسميه الوحدات، سواء كانت تابعه للدفاع او للداخليه او لجهاز مكافحه الارهاب. هي الان تعمل خليه واحده وتحت قياده واحده وتنفذ خطه واحده، وان شاء الله نسال من الله سبحانه وتعالى انه نصل الى اهدافنا، وان شاء الله بلدنا يتحرر ويطهر من هذا العدوان الغاشم اللي هي حرب شامله، حرب عالميه. الان المجتمع الدولي الان اكثر من 63 دوله يا سيدي الكريم تتآلف لتحارب هذا الارهاب، ولكن احنا مع كل الاسف لحد هسه معانين حاله الطوارئ لمكافحه هذا الارهاب. يعني احنا ننتظر دعم حتى من السياسيين، ايضا نريد نسمع صوتهم، نسمع صوت السياسيين من خلال قبه البرلمان انه تكون موحده، لانه احنا مثل ما جاي اقول لك، يعني هل انه السياسيين هذا البلد انه مو بلدهم؟ انا ما اعرف. يعني اريد كلمه تنطق هسه من كافه السياسيين الكل بدون استثناء انه يصيحون يرفعون ايدهم ويقولون هذا بلدنا، احنا كلهم يلبسون الملابس العسكريه مالتنا ويزورون هنا القطاعات. اقل شيء دعم للحاله المعنويه ومع احتراماتنا للقسم انه ما يلبس القاط والرباط ويروح يغادر خارج العراق بمحنه العراق. ان شاء الله. شكرا سياده اللواء. هاي رساله ايضا من بطل ميداني موجود في مقدمه يعني الارتال العسكريه باتجاه منطقه بيجي، حاول ان يوصلها لكم مشاهدينا ولكل مسؤول عنده غيره على بلده. ان شاء الله وصلت هاي الرساله. احنا وصلنا الى هذا المكان يعني بعد عناء، بعد مواجهات، لكن حاولنا ان نصل الى هؤلاء الابطال يستحقون الظهور في شاشه برنامج الرد السريع. من خلال هذا البرنامج نحب نوصل هذه الرسائل ونحب نوصل جهودهم المتميزه. لواء فيصل، حدثنا حاليا احنا وين، يعني ضمن اي منطقه في يعني قضاء بيجي؟ احنا حاليا في بدايه البيجي، وحاليا الحي القريب من المفرقه الصينيه. قطاعاتنا المشات داهم، وفي نفس الوقت القطاعات الشرطه الاتحاديه مثل ما تشوف الدعم والاسناد. فان شاء الله نتمكن، ان شاء الله نتمكن من عدونا، وهذا احنا بالقرب من العدو في مسافه اقل، يعني في تماس، في اشتباك مباشر مع العدو.
تعال جاي. في أقل بالبيتونه ذاك شيء ثاني. في أقل 50 تقريبا أقل 50 متر المسافة اللي بينه وبين عدواني حاليا. موفقين ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. يعني نلاحظ مشاهدينا انه الاشتباكات قريبه جدا ومشتبكه القطاعات الامنيه مع عناصر تنظيمات داعش الارهابيه. شنو عن فيصل؟ هاي كبسه هذه هناك ابوب هذه كبسه هاي هاي شنو ابوب الكبسه هاي مال هذا ياخذها هذا مو احتمال هذا مليون بالمية عبوات كله عبوات هذا مو؟ هذا يعني كانوا هم قاطعين الشوارع هم كله عبوات قاطعين الشارع بسواتر كله عبارة ترابيه. عن سواتر ترابيه. نعم مثل ما نشاهد مشاهدينا يعني هاي مزروعه اكو كلها عبوات، كلها عبوات. سواتر بدنا نلاحظها هنا قريبه. هاي عبوات التنظيمات داعشيه كانت يعني واضعتها بالشارع. مثل هاي هسه اللي فجرناها عندنا من الدنيا. اي علينا يدبر الكاميرا مالته تشوف من الدنيا. اذا خلينا نروح هيك ماشي. طريق بالاتجاه هذا كله نفس هذا الطريق. احنا بجد الهندسه سديد يعني سوينا حيادان. نعم. كان هو الغلو العمليه. خلينا نوقف هنا الصوت شوي. وبنفس الوقت هسه رجعنا تطهير عكسي، عمليه التطهير عكسي باتجاه الطريق التكريم. نعم. ان شاء الله باقي تقريبا حوالي 200 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يريدوا يطهرون الهندسه. سيطره الرياش. الله يكرم. من الساعه كان رمي من هنا. هذا رمي شنو موضوع؟ نعم بالنسبه للعليا كان هذا تواجد. اي. اكو قريه من هنا بهذا المكان؟ قريه الحجاج هاي الحجاج قريه الحجاج هاي القريه. نعم نعم. وبنفس الوقت هذا امتدادات بالنسبه لهم. يعني هذا المكان كان انفجر. هذا كان هاي البنايه كان عليها طقت. نعم.
مشاهدينا احنا يعني في بدايه احياء منطقه بيجي الحي الصناعي تحديدا، وهذه هي البيوت القريبه منا ايضا. القطاعات الامنيه والحشد الشعبي متكاتفه فيما بينها، دخلت الى هذه يعني البيوت اللي كانت يعني تنظيمات داعش موجوده بها ولا زالت موجوده، وعمليه التطهير بدات يعني داخل يعني هذه المنازل والافرع. حاليا احد القناصين الموجود المتمركز ضمن هذه المنطقه يعني حاصرت القطاعات الامنيه، وان شاء الله بعد قليل يعني ستكون خسائر لهم كبيره ضمن هذا الحي. متواصلين في نقل يعني هذه البطوله لهؤلاء الابطال اللي يسطرون اروع انواع البطوله. موجودين وياهم مشاهدينا، وتغطيه امنيه كامله ان شاء الله ضمن برنامج الرد السريع.